جمهور الأهلي العظيم أحسن جمهور في الدنيا كلها. يؤسفني أبلغ حضرتك إنك لا تشد أعصابك ولا تستنى أي رجا في كأس العالم، واعمل حسابك إن أنت السنة دي طالع سادس العالم. اعمل حسابك السنة دي إن أنت موسم صفري، لا دوري ولا كاس ولا سوبر ولا موبر ولا أي حاجة. طب ليه؟ ما لما يغيب العدل ميزان الكون بيختل. بمعنى ان انا لما بظلم مش هيجيلي عدل، مش هيجيلي انصاف، عمرها ما هتمشي كده الدنيا. لما يبقى في مدرب غير عادل، مدرب متحيز بيحب وبيكره وبيقضي على لعيبه، وبعد كده نشوف نتائج هزليه والكابتن الخطيب سايبه يعمل كما يشاء، اكن دي شقه ابوه وامه اللي مورثينها له، ويقعد يحرق في دمنا واحنا مش واخدين على كده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة جديدة مع الدرع. خجلان أقول لك اخبط لايك بس. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وانصر أهلنا في فلسطين. النهاردة الأهلي بيلاعب شباب بلوزداد، فرصة كبيرة، فرصة من ذهب إن احنا نرتاح في المجموعة، ومش كل شوية حرق الدم ونصعد في آخر ماتش وضرب الجزاء تدي عشان نرجعنا على سلم الطيارة وهكذا. ماتش على ارضك بين جمهورك اللي زحف من القاهرة لاسكندرية، دفع فلوس، شقي وتعب، اتلطم في الاستاد في عز البرد عشان يروح يشجع السادة الكرام اللي رجعوه النهاردة متنكد بتعادل هزيل قدام فريق شباب بلوزداد. وكل الاحترام لفريق شباب بلوزداد، ودي مش قصتي. قصتي لما يغيب العدل يا كابتن خطيب، يلي كلنا بنحترمك وبنكن لك كل تقدير وفوق دماغنا، ولكن ده نادينا اللي هو اكبر منك ومننا، ده كياننا اللي احنا كلنا بفضل الله رياضيا بنبقى تحت مظلته كده بالفرحة والسعادة. هتيجي بقى حضرتك الدنيا هتمشي معاك ان القرار فردي، وشايف المدرب عمال يعمل مشاكل وغياب عدل، استبعاد سيد عبد الحفيظ اللي كان بيقاتل على حقوق النادي الاهلي وكان ماسك الفرقه من نار، على الاقل المشاكل ما كانتش ظاهره كده. دي حاجه. مدرب مع السوليه عامل مشكله، مع بيرسي تاو من كام يوم عامل مشكله، حط اكرم توفيق في دماغه واستبعده للماتش الثاني على التوالي، قضى على احمد عبد القادر مع الاعتراف بتقصير احمد عبد القادر. ولكن دوري كمدرب خلق دوافع جديده عند اللعيب، احسسه بذاته، ازرع فيه الثقه، لا انا محتاجك، لا انا هعتمد عليك، انت عمود من اعمده الفرقه، فبالتالي اخلق دوافع عند اللعيب ياكل النجيله. ولكن ده ما حصلش. اللي حصل ايه بقى؟ ان انا عملت مع امام عاشور مشاكل واستبعدته بدون وجه حق، السوليه زي ما قلنا والناس اللي احنا ذكرناها. بعد كده نكمل غياب العدل بايه؟ بوجود واحد زي جدو موديست اللي هو فيه اكيد والله اعلم شبهة عمولة لمارسيل كولر، هو وكيله وسمسرة في الصفقة المشبوهة دي. استبعد احمد عبد القادر واقضي عليه تماما، وبعد كده اضم موديست. طب فين العدل؟ ده لعيب كورة ينضم لقائمة كاس العالم. اصل انا وعدته نلعب كاس العالم، الوعد ده عند امك وابوك، توعدهم تروح تبوس ايديهم يا حبيبي بحته شوكولاته وتوعدهم بعيد عننا. انما نادينا ده ما بنقبلش يتعادل، ما بنقبلش يتهزم، ما بنقبلوش هزيمه ولا تعادل في ماتش ودي. لو انت مش فاهم ده غور في 60 داهيه، هتحرق دمنا. واحد يقول لي شوف الاهلاويه، شوف اللي خد لهم 5 بطولات، الاهلي بياخد بطولات بفضل الله مش بفضل المدرب التعبان دوت. الاهلي بياخد بطولات بفضل الله من ساعه ما اتنشأ لحد ما قبل ما نشوفك، واحنا ابطال افريقيا، واحنا واخدين كل البطولات، واحنا واخدين 3 عالم، واحنا عاملين اداء مفيش اروع من كده. فهتيجي بقى هتذلني سيادتك انك خدت لي 5 بطولات، نقعد بقى على الاطلال عليهم تحرق دمنا الى ان يشاء الله لحد ما تغور في 60 داهيه. يا كابتن خطيب لو سمحت، العقد مش بينفرط، لا ده العقد اتقطع وخلاص الفرقه بتنهار. واحد زي حسين الشحات ده ملوش علاقه بمصلحه الفرقه تماما، كل اللي همه ان انا ارقص ده واعمل ده واجيب جون شكله حلو واعمل ده، ملوش علاقه بالكوره، ملوش علاقه بفرقه. لعيب ما بيشيلش مسؤوليه، لعيب اناني، لعيب بيضيع مجهود فرقه.
مش شايفين غير كده. ديانج واكل حاله باله ومتألق في وسط الملعب، اسحبه تغييرين مالهمش علاقه بالكوره، اطلع 2 خط وسط وانزل 2 خط وسط وانا محتاج ان انا ادعم هجومي وانشطه. فجاه لقينا 3 تغييرات شقلبوا منظر الفرقه، ما نعرفش ايه اللي حصل، نزلوا ولا عملوا اي اضافات. فرقه انهارت بدنيا من الدقيقه 60، مش شايفين اي تطوير في اداء اللعيبه زي ما كان بيعمل السنه اللي فاتت، عشان هو بنديله حق اهو، زي ما كان بيعمل مع حمدي فتحي. مش شايفين اي لعيب بيطور اداؤه، مش شايفين تكتيك، مفيش ابتكار في الملعب، مفيش حلول فرديه. برنجر وهمبرجر وسوسيس اللي انت جايبه ده اللي هو المفروض بتاع التدريبات التخصصيه، ولا ليه في اي حاجه، ولا شفنا بصمته على اي حاجه. يا كابتن خطيب العقد بينفرط، استنوا لا قدر الله موسم صفر تماما بالطريقه الهزليه دي. وزي ما قلنا استنى كاس عالم أسوأ نسخة ممكن يقدمها النادي الأهلي، إلا أن يشاء الله إنه يخلف كلامي وظني، وده ما أتمناه. اعرفوا قيمة التيشيرت، اللعيبة المستهترة، الصفقات يا كابتن خطيب كفاية بقى شغل الزحلفة ده بقى. اتخنقنا والله. حس بالناس شوية بقى يا كابتن خطيب، بلاش الفردية في الأداء الإداري. ثم يتخللوا المدرب العقيم اللي افلس. مش يا عم اقوى مدرب في العالم بس افلس فنيا مع النادي الاهلي. اتحرق دمنا، ضيعنا فرصه التصدر. احنا لسه متصدرين بس تصدر مقلق، لانك انت طالع بره اتغلبت من شباب بلوزداد، رجعت تالت ولا تاني، وهكذا تستمر بقى. العقد ينفرط. هنطلع على كاس العالم، هنرجع على سوبر مصري. الامور كده مش صح، كده مش مظبوطه. لازم الميزان العدل يتعدل علشان الامور تمشي. الراجل ده افلس، عمال يعمل مشاكل مع اللعيبه، وفي الاخر ادي النتائج.